السلام عليكم. الفيديو ده فيه افكار كتير قوي للتيشيرتات المستعمله والملابس القديمه او التيشيرتات اللي احنا مش بنستعملها. يا رب ان شاء الله يعجبكم. ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. ويلا بينا نبدا. اول فكره معانا الباديهات اللي بتكون بكم ديت اللي احنا عندنا منها كتير ومش بنستعملها. ممكن ناخد منها جزء ونحولها لبادي كات. احنا بنقيس كده 8 سنتي من عند تحت الرقبه، وبنزل بيها بالطريقة دي كده، بقصها ب8 سنتي. يعني انا باخدها كده من عند العرض كده كأني شلت الرقبة خالص، وباخد 8 سنتي بس هنزل بيهم عشان افتح فتحة كده للجزء اللي في النص. وبنزل كده احرد حردة الايد من غير ماكينة يا بنات، ومن غير ما نستعمل اي مكنة خياطة ولا اي حاجة. بايديكي تقدري تحولي الباديهات الكتير المركونة عندنا الحاجات ممكن تفيدنا تحت العبايات او كده. تنفع تلبسي البادي دوت في البيت او تحت العبايات، بيكون عملي اكتر. بتخيطي كده بقى من فوق وتبداي تتنيه. كمان البادي ده كمان هنحوله ليه بادي برضو قط، وتقدري تعملي الكم بتاعه معصم. تلبسيه لو كم عباية واسع او حاجة ينفع تحت المحجبات. باخد برضو فتحة الرقبة كده. تمام. باخدها برضو على 8 سنتي وبشيل الكمام بتاعته، وبيكون بالطريقة دي. بصي اشيل كمان بايد الكمام. تمام. وهبدأ كده اشيل طبقة بس اللي قدام ديت، وهزود شوية الفتحة بتاعتها عشان تكون دي الجزء اللي بيكون لقدام والتاني لورا بالشكل ده. وهركب بقى الحمالات بتاعته. هاخد كده جزء كده للحمالات، هبدأ اساوي القماش واخد جزء هركبه في الحمالة دي، والتاني هركبه في الحمالة التانية. بصي بالشكل ده، خياطة من هنا وخياطة من هنا بالشكل ده كده. تمام. اهو بالشكل ده اهو. بسيطة جدا وفكرة سهلة جدا. اتمنى ان هي تعجبك. الفكرة اللي بعد كده، لو عندك بناطيل البيجامات اللي خلاص انت استعملتيها فترة كبيرة وعايزة تغيري برضو شكلها وتجددي فيها، بتجيبي كده البنطلون تفرديه كويس. وهنشوف هنعمل فيه ايه. هتجيبي اي تيشيرت عندك مقاس مظبوط، وابدأي حطي عليه كده من فوق، وخدي المقاس بتاعه بالظبط. شوفي بقى كده، عايزاك تشوفي الدولاب بتاعك الملابس المستعمله وابدأي حوليها وغيري من شكلها بحيث ان انت تعرفي تلبسيها مرة كمان او تستغليها. يعني كمان الاطفال، البنات الاطفال بتكون حلوة جدا جدا. خاصة ان انت مش هينفع ان انت يعني انا عارفة ان في ناس ممكن عشان يتصدقوا بيها او يطلعوها لله، لكن في بعض الحاجات اللي ما بتكونش محببة ابدا انها تطلع، فانت ممكن ان انت تعيدي استعمالها. بتاخدي كده مقاس البادي بالظبط. تمام بالشكل ده. وهبدأ اشيل منها طبقة عشان تبقى دي برضو الجزء الامامي زي البادي اللي معايا في ايديا بالظبط. وبسيب منه ده جزء بقى كده عشان اقفل كده الجوانب على بعض. يا دوب بتحطي دي كده وتحطي التانية في وشها، وتبدأي تقفلي الجوانب بس من فوق، الحمالات من فوق وكمان الجوانب. وبقى البادي معاكي جاهز للاستعمال مرة كمان بعد ما كان بنطلون بيجامة مركون. اهو بقى شكله في منتهى الجمال وبقى جميل جدا. الفكرة اللي بعد كده، بصي بقى لو عندك طرحة، قماش طرحة عندك هنعمله هعمله كم. بصي هاخد كده مقاس الكم عندي على 22 سنتي كده، وهبدأ كده ايه اقسمه نصين، واخد كده نص لفوق ونص لتحت اهو. نص كده هطلع منه هنزل 1 سنتي، والنص التاني هطلع 1 سنتي اهو. النص كل نص هقسمه النص، كل نص يعني انا خدت المقاس ده 22 وكل نص هقسمه نص كده. هطلع وكده هنزل بالطريقة دي كده، وهقص الكلام دوت. هاخد بس الطول معايا على 60 سنتي، طول الكم معايا 60 سنتي. وهقولك كمان الكم ده هنركبه في ايه بالظبط.
كلها افكار وحاجات من عندنا في البيت، تقدري تستغليها منتهى السهولة. هاخد كده طول 60 سنتي، وهبدأ كده بس اعلم، وابدأ بقى اقص ايه العلامات اللي احنا خدتها دي. بالاهم حاجة ان الكم اللي معايا ده متطبق على 4، والجزء المقفول على بعض، والمفتوح قدامي ناحيتي. تمام اهو، بقص كده بالطريقة دي، وباخد كده الكم لتحت. طب الكم اللي انا خدته من الطرحة دوت، او خدته من قماش باقي عندي او اي حاجة، شوفي انا هستعمله في ايه بقى. تقدري تغيري بيه شكل اي باضي عندك، تقدري تعملي اشكال مختلفة فيه، تركبيه على حاجة وتشيلي كم حاجة تانية. فكلها افكار اهو. انا هاخده كده، هبدأ اركبه على عباية عندي عاملاها من غير كمام. هركب لها الكمام. هبقى اول حاجة هقفل الجنب الايد من المعصم من تحت. طبعا ممكن تركبي فيها استك زي ما تحبي. وكمان هقفل الكم كله، يعني قفلت من تحت تانيتين، وهقفل الكم كله. هاخده بقى وهجيب العباية بتاعتي اللي هي من غير كمام، وهبدأ اركب لها الكم. هي كانت عباية موجودة، انا فكيت من فوق بس، من عند الجزء بتاع الكم ده شلته، وهبدأ اغير شكلها ان انا هركب لها كم من الطرحة اللي عندي. كمان هو لونه متوفق جدا معاها. فالدرس ده يعني طالع حلو جدا جدا، ان انا عملت الكم بتاعه كده، وشلت الكمام بتاعته اصلا اللي كانت موجودة. تمام بالشكل ده كده، وهبدأ بقى اخيطها. يبقى غيرنا شكلها بحاجة بسيطة جدا. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله. واعملي لايك للفيديو. لسه في افكار تانية كتير في الفيديو، تابعيني. عايزة اوريكي كمان شكله في النهاية الدريس عامل ازاي، بتغييرات بسيطة جدا جدا فيه. انا كده بس لفيت بيها فتحة الكم بفتحة الدريس كده، بس هو ده اللي انا عملته. طبعا ممكن تقفليها بايديكي بالسراجة عادية جدا، مش لازم المكنة خالص. بصي اهو بالشكل ده كده، بصي شكله اهو. اي خيط زيادة بقى حاولي ان انتي ايه تشيليه. اهو شكله. عايزه اوريلك كله وهو مفرود. بصي ما شاء الله، اهي الصوره واضحه قدامك. خليت بس الكمام، ممكن طبعا الجزء المنقوش دوت تعملي منه اسوره في الكم كمان، هيكون احسن واحسن. الفكره اللي بعد كده معايا معايا الجزء ده كده من القماش، 60 سنتي في 40 سنتي. هاتني كده اول حاجه، هاتني 3 جوانب منه بالشكل ده كده. وهجيب كده الجزء ده 2 سنتي، وهبدأ اقفله ببعض كده. هعمله زي حزام او رباط يعني كده بالشكل ده. وبدل ما بعمله خيطة واحدة واقلبه، هخيطه كله بطول على طول تانيتين، يعني كأنه 4 طبقات، عشان ما ارجعش اقلبه تاني، يعني على طول كده على المكنة. تمام. وهاجي كده في نصها، وهبدأ ادخل الجزء المربع بتاع القماش ده. ممكن برضو تستعمليه في طرحة او حاجة. تمام. هبدأ ادخل الجزء اللي مش متني في الرباط دوت وفي الحزام، وانا بقفله. هقولك ده في ايه، ودي حاجة بتستعمل في المطاعم، وكمان يعني لا غنى عنها. حلوة جدا جدا. تعملي منها 3 4 كده بالقماش المستعمل عندك، او بطرحة، او قماش تيشيرت كمان قطن، هيبقى حلو قوي. بصي مخيطها كده وبمشي عليها كلها، وانا عاملة التانيتين بالشكل ده كده. طيب دي ايه بقى، ودي هعمل بيها ايه بعد ما هقفل الحزام بتاعها كده؟ وده الجزء اللي هو 60 في 40، قماشة صغيرة يعني، حجمها مش كبير. دي كده بتبقى زي مريالة جميلة جدا، بتتربط بالشكل ده كده، وبتتباع موجودة اونلاين يعني. اهو دي صورتها. اتمنى الفكرة تكون واضحة لك، واتمنى الفيديوهات تعجبك. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا.